تخيل حياتك مليانة طاقة، صحتك في أحسن حال، وكل تحدي قدامك بيتحول لفرصة جديدة. ده مش خيال، ده قوة التفكير الإيجابي، القوة اللي ممكن تخليك تشوف الحياة بألوان جديدة تماما. النهاردة هنعرف إزاي أفكارك الإيجابية تقدر تعيد تشكيل دماغك، تحسن صحتك وتفتح ليك أبواب نجاح ما كنتش تتخيلها. أهلا بيكم. دماغك زي شبكة طرق مترابطة، كل فكرة إيجابية بتفتح لك طريق جديد، وكل ما تركز على الأفكار الإيجابية الطرق دي بتزيد وبتبقى أسهل وأسرع. الجميل إن دماغك عندها القدرة على التغيير مهما كانت الظروف أو الأفكار السلبية اللي اتعودت عليها. لما تبدأ تفكر بإيجابية أنت مش بس بتغير أفكارك، لكنك كمان بتفتح مسارات جديدة لعقلك، وده بيخليه يركز أكتر على الفرص والنجاح بدل المشاكل. يعني مش بس بتفكر بشكل مختلف، لكنك بتغير طريقة عمل دماغك بالكامل. طب إزاي التفكير الإيجابي بيأثر على صحتك؟ لو ركزت مع شخص إيجابي تعرفه هتلاقي ان دايما صحته كويسة وصعب يتأثر بمرض. ده مش صدفة، ده بيحصل علشان الأفكار الإيجابية لها قوة حقيقية بتوصل لكل خلية في جسمك. لما تفكر بشكل إيجابي جسمك بيترجم الرسالة فورا، التوتر بيبدأ يقل، الإيجابية بتعيد التوازن لجسمك وبتحفز أجهزته للعمل بكفاءة وراحة أعلى، بالتالي بيعزز من صحتك بشكل عام. الأفكار الإيجابية بتزود طاقة جسمك، بتقوي مناعتك ضد أي مرض. كل فكرة إيجابية بتعزز من طاقتك الداخلية، بتخلي جسمك أكثر استعدادا للتعامل مع المشاكل الصحية. التفكير الإيجابي مش بس التحسين في طريقة تفكيرك، ده تغيير شامل بيأثر في عقلك وجسمك. ولازم نبقى مدركين لقوة العقلية الإيجابية اللي بتظهر في إيه؟ دايما بتخليك تشوف المشاكل بشكل مختلف. التفكير الإيجابي مش معناه إن المشاكل هتختفي، لكن هتتعلم تشوفها بمنظور مختلف. بدل ما تركز على المشكلة هتبدأ تشوف الحلول والفرص اللي جوه المشكلة نفسها. ده هيساعدك تحل المشكلة بسهولة. مثلا لو فكرت في شخص كان بيواجه صعوبات في الوصول لأمر ما وفجأة قدر يوصله، اتأكد إن هو غير نظرته للحياة وقدر يشتغل على إيمانه بنفسه وبيفكر بشكل إيجابي. لما تكون واثق في نفسك بتشوف الفرص اللي غيرك ممكن ما ياخدش باله منها، وبكل خطوة إيجابية بتاخدها بتقرب أكتر من تحقيق النجاح اللي كنت دايما بتتخيله. عشان ننقل عقلنا من التفكير السلبي للإيجابي بنحتاج خطوات صغيرة وثابتة. أول حاجة بنبدأ بحوار إيجابي مع النفس. لما تتعرض لموقف سلبي بدل ما تقول لنفسك أنا مش هقدر أتعامل مع ده، فكر نفسك بقدراتك وبمواقف قدرت تعديها قبل كده. كل تغيير صغير في الحوار الداخلي هيساعدك تبني نمط تفكير إيجابي. تاني حاجة غير في تفاصيل يومك. بدل ما تضيع وقتك في الشكوى من الزحمة أو الانتظار في الطابور، حاول إنك تحول الوقت ده لفرصة تزود معلوماتك من كتاب معين أو من لغة محتاج تتعلمها. بتغيير تركيزك على الحاجات الإيجابية في يومك هتلاقي إن نظرتك للأشياء بشكل عام بتتغير للأفضل. تالت حاجة راقب مشاعرك بدون ما تحكم عليها. لما تحس بالإحباط أو التوتر أو أي شعور سلبي اتعامل مع مشاعرك واعترف بيها بدل ما ترفضها أو تحاول تتهرب منها. اعترف بوجودها بهدوء، لأن مشاعرك جزء منك مش عدوك. كل شعور سلبي هو رسالة بتقولك إن في حاجة جواك محتاجة تشتغل عليها. لو سمعت كل الرسائل دي واعترفت بيها وتعاملت معاها صح هتبقى أقرب للنسخة الإيجابية منك. طب تعالوا نشوف إزاي التفكير الإيجابي بيحول حياتنا من حالة سلبية لإيجابية. التفكير بإيجابية دايما بيخليك تشوف نتيجته على حياتك وعلاقتك مع نفسك. التفكير الإيجابي مش بس بيغير طريقة تعاملك مع نفسك، ده كمان بيغير طريقة تواصلك مع الآخرين. لما تكون إيجابي بتجذب العلاقات الصحية ليك، وده لأنك بتكون أكثر انفتاحا واستعدادا لفهمهم. العلاقة بتكون مبنية على التفاهم والاحترام، وده بيخلق جو من الثقة المتبادلة اللي بيساعدك تكون علاقات أعمق وأقوى. الإيجابية مش بس بتخليك أكثر تواصل، لكن كمان بتخلي الأشخاص اللي حواليك يحسوا بالراحة والأمان في وجودك. ولازم نعرف أيضا أن العقلية الإيجابية مش مجرد طريقة للتفكير، ده أسلوب حياة بيحسن كل حاجة فيك. لما تقدر تشوف التحديات على أنها فرص مش مشاكل هتبدأ تحس أنك قادر على إنجاز أي مهمة أمامك. مش بس هتنجز بسرعة أكبر، لكن هتبدأ تحس بالحافز الدائم، لأنك بتعيش في حالة من الطاقة الإيجابية اللي بتدفعك دايما للأمام. التفكير الإيجابي
بيخليك مركز على الحلول بدل من العقبات، وده بيخلي طاقتك تزيد، وهنا بتبدأ ثقتك بنفسك وإيمانك بقدراتك تزيد. وفي النهاية التفكير الإيجابي مش موهبة، دي مهارة تقدر تطورها مع الوقت. ابدأ النهاردة بخطوة بسيطة، فكر في حاجة واحدة كويسة حصلت في يومك، هتلاقي ان اول ما تبدأ تركز على الاشياء الإيجابية عقلك هيتعود على ده، وهتبدأ تلاحظ تغير كبير في نظرتك للحياة، ومع التكرار هتكتشف انك بقيت شخص جديد بالفعل. شاركونا التعليقات.